إن قوة الكتائب هي صمام الأمان أيضا لكل مسلمي لبنان ولكل الأقليات في الشرق إلى أي دين انتمت. أن يكون الرهان العربي على الكتائب في لبنان، والرهان العربي على الكتائب لم يقتصر على محور عربي دون آخر، كلهم رهن، كلهم رهن. يعود نجاح الكتائب إلى قيادة الحزب، فثابت بعد نصف قرن تقريبا أن بيير جميد استطاع أن ينشئ حزبا مثاليا في لبنان والشرق في وقت لم يتمكن أركان الدولة من بناء دولة والمحافظة على كيان لبنان. وواضح أن بيير جميد نجح في الإبقاء على الكتائب، الحزب الوحيد لا الواحد في لبنان والشرق يمر على نشوئه 44 سنة دون أن يزول أو ينقسم، بالرغم من عدم وصوله إلى السلطة ومن مروره بتجارب قاسية. الأحزاب الأخرى التي من عمر الكتائب سالت أو انقسمت أو تشرذمت، ومستقبل لبنان بات مرتهنا بوجود الحزب أكثر مما هو مرتهن بوجود السلطة. وبعد أن كانت الكتائب منتشرة حيثما كان لبنان، أصبح لبنان محصورا حيثما هي الكتائب، فإذا بها حزب في السلم ودولة في الحرب. أصبحت الكتائب اليوم الأمل وصمام الأمان لمسيحيي لبنان والشرق. إن قوة الكتائب هي صمام الأمان أيضا لكل